عايزه تصلي ومعاكي البيبي ومش عارفه تركزي؟ انا هقولك على الحل. انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم فعرفتي تربي. بصي يا ستي، كل مرحله عمريه للطفل وليها حل. لما كان ابني رضيع ومش بيتحرك كنت بحطه قدامي نايم على ظهره على سجاده الصلاه، ودايما اثناء الركوع والسجود بيكون متخيل ان انا بلعب معاه وبيقعد يضحك. ولما كبر شويه وبقى قادر كده ينصب ظهره وبيحبي، بصلي في اي اوضه مقفوله وفيها ركن فاضي، واجيب له كل الحاجات اللي ممكن تشد انتباهه: ريموت قديم، شخليله، كيس فاضي، ميداليه مفاتيح سيليكون. وادعيلي لما يبتدي يمشي بقى، دي مرحله الدمار. لازم تبقى الصلاه في اوضه مقفوله متشال منها اي حاجه حاده او ممكن تتكسر، وتتقفل كل ابواب الحمامات والمطبخ، وتشتري رضا بشويه حاجات كده زي ازازه ميه بلاستيك فيها شويه ميه صغننين كده في القعر يقعد يرجهم، او قعديه في طبق الغسيل وحطي حواليه شويه دباديب وكور. وبرضه ادعيلي. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل بتواجهكم مشكله وانتوا بتصلوا خصوصا التراويح مع ولادكم؟ وقولوا لي بتحلوها ازاي.